ردوا لي اسم ماس عبد الرزاق مقرين مدبر امزوار خبر حركه مجتمع السنه حمس غاف طاس التمثال الذاتي مغناس نوكاباريس دي مزدغ مدينة تيزي وزو إدي حضرني يون جموع دقو خام قدرس مولودة معمر إدي لان السلسلة تمديث اولا مزوارو يبوي في دغا في توتلايت تمازيغ ديالنا كان يفرح اني ثوال توتلايت تنصف ديت من دوت تمورت الجزائر خاصة كان يناد ويقبل ثم دوت كيني الا اين يعني تمازيغ اسيد نصر امك فلان اي مصغر نور قبايل فرخة عطاس امي ليغ الوان ذا شو إذراي وأذكر في كالة عدان أدم سلايغ ذا قبايليت وهل هو في الدلوعات. أيها الإخوة الأفاضل، بهذه المناسبة لا بد أن نعبر لكم، وهذه أول مرة أزور بلدة من بلداتنا ومدينة من مدننا في منطقة القبائل، لأهنئكم بكون اللغة الأمازيغية أصبحت لغة رسمية. وإحنا هذا الدستور ما استعرفناش به تماما إلا هذه برك اللي عجبتنا. بالرغم من أن الذين وضعوها في الدستور وضعوها من أجل التلاعب السياسي، لأن النظام السياسي حينما أراد تغيير الدستور حافظ على أركان الحكم، حافظ على المواد التي لا تسمح بالتغيير، حافظ على المواد التي كانت موجودة في الدساتير الماضية التي لا تسمح بالإصلاح ولا تسمح بالتغيير، حافظ على المواد التي تمكنه من الاستمرار في الحكم، التي من بينها طبيعة النظام السياسي، وقد تحدثنا طويلا في هذا الموضوع ولا أريد أن أعود إليه، كون أن هذا النظام هو نظام يشبه الملكية المطلقة على مونارشي أبسولي نتاع القرون الوسطى. سينا كيني بويدا أولا غفوخ باريس عندها ديوس سلق صح الكوخابر الهراندي لا دغان يتمثل الربراب عندها ديس مكتا كن 400 مغناسن جرسن لي كادر وخباريس يتوانغان سلغدر وقبل ادي النلفو وكذا الهراندي. في العالم بكامله الأحزاب تتنافس على خدمة الشعب لكي تكون الحياة نتاعو كريمة والمعيشة نتاعو عالية، وليكون الشعب يكون الشعب مرتاح. الأحزاب كلها هذا دورها. فلما الشعب يغضب ولا يخرج للشارع ولا يثور على نظام سياسي لأن هذا النظام ما حققلوش التنمية الاقتصادية وجوعوا، فهذا شيء طبيعي أن هذا الموقف هو موقف سياسي وعليه تتنافس الأحزاب من أجل التحسين ومن أجل التطوير. فإذا لما ثار الجزائريون هؤلاء أدخلونا في فتنة كبيرة، فتنة عظيمة جدا، يعني اختاروا نمط ما عنده حتى لون في التسيير في الاقتصاد في السياسة وغير ذلك يعني، وتم الانقلاب على الديمقراطية التي كافح من أجلها الشعب في 5 أكتوبر 1988، ودخلنا في محنة ودخلنا في دماء ودخلنا في أزمة كبيرة جدا، واستغلوا الفرصة لا لخدمة مؤسسات الدولة ولا من أجل خدمة مصلحة الجزائر ولكن من أجل خدمة النظام السياسي. استغلوا مكافحة الإرهاب ليغلقوا علينا كل شيء، ليغلقوا علينا كل شيء، ليسيطروا علينا تحت غطاء مكافحة الإرهاب. ولكن حركة مجتمع السلم أسقطت حجتها وأفسدت مخططاتهم، إذ كان موقفها واضح
بأنها هي ضد هذه الهيمنة، ولكنها في نفس الوقت ضد التطرف وضد الإرهاب وضد أن يقتل الجزائريون المسلمون بعضهم بعضا. وقفنا وقفة مبنية على القناعة الشرعية والفكرية والوطنية، ودفعنا أكثر من 400 شهيد على هذا الطريق، على رأسهم من الشيخ بوسليماني، ومنهم من حمود حنبلي. على بالكم من وين مات حمود حنبلي؟ حمود حنبلي مات في الدخلة تاع جامعة تيزي وزو. حمود حنبلي دكتور كبير في القانون، قمة في الأخلاق، قمة في العلم، قمة في الحياة، يعني الجرح نتاعو لم يندمل إلى اليوم في قلوبنا. قمة في العلم والحياة والبذل والعطاء. جاء خارج من جامعة تيزي وزو، جات سيارة بلوكاتو من القدام وواحدة من اللورا، وهبطوا جماعة كيروا عليه وراح. علاه؟ لأن حمود حنبلي رجل العلم والأخلاق والحياة كان معتدلا وسطيا يكافح التطرف والإرهاب. واليوم واحد من الجماعة تاع الرندي نقراها اليوم في أعتقد في الشروق، يعني يزايد على الجزائريين، يزايد على الجزائريين، ويريد كما سيطروا على الماضي أن يسيطر على المستقبل كذلك بشرعية مكافحة الإرهاب. يقول باللي حنايا هزينا الكلاشينكوف في مواجهة الإرهاب. يا سيدي والله ما كنتم موجودين. وين كنتم موجودين؟ يا أخي انتم تخلقتوا بالتزوير في 97. في 97 هؤلاء الرجال الذين سقطوا متى سقطوا؟ الشيخ بوسليماني متى سقط؟ في جانفي 93. وين كنتم انتم؟ أين كنتم؟ لما كانت النار شاعلة والدماء تسيل. وبعدين احنا في حركة مجتمع السن ما هزيناش الكلاش، احنا هزينا ما هو مقدس، وهو الفكرة، وهو الرأي، وهو الشرع، وهو حكم المولى سبحانه عز وجل، بأنه ما يجوز الجزائريين يقتلوا بعضهم، بأن الجهاد في هذه المرحلة موجود في فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي. أما أن يقتل الجزائريون بعضهم بعض هذا مرفوض في ديننا وفي عقلنا وفي فكرنا. سيناكين مس عبد الرزاق المقري يوسد ذي الحكم عند دينا سلوي تقدودا مس عبد العزيز بوتفليقا يسعى المسؤولية، لكن مثلا ذي الحالة عند تبط مورث ذوان دسدو. نتجاوز السؤال من المسؤول؟ شكون المسؤول؟ سيد رئيس الجمهورية كانت عندك كامل الصلاحيات، والناس الكل كانوا يقولوا باللي برنامج رئيس الجمهورية، صح ولا لا؟ وانت اللي تعين كل المسؤولين. لو نجحت، لو كان السيد رئيس الجمهورية درت لنا قصة نجاح كيما مهاتير، والله كيما لولا تاع البرازيل، والله كيما أردوغان تاع تركيا، لو كان درت لنا قصة نجاح وقلبت لنا البلاد عامرة بالخير ومزدهرة ومتطورة وعندها أمن غذائي وخدمات صحية ما شاء الله، ما نضطروش نروحوا للخارج، ما نديروا رواحنا وغير ذلك، وكذلك خدمات تعليمية وازدهار وتطور كبير، لو كرنا نحييو لك ونقول لك انت هو سيدنا، ونحن سنحفظ اسمك وذكرك إلى يوم الدين. ولكنك لم تفعل هذا، لم تحقق هذا النجاح. وواحد ما يقول باللي هو خاطئ، لا هو المسؤول، وإلا راحت السياسة، وإلا السياسة ما عادش عندها معنى. إذا واحد عنده كامل الصلاحيات وهو مسؤول، هو مش مسؤول، معناه السياسة ما عندهاش معنى. نقول له أنت مسؤول على ما وقع. بويدير نوال غافي خبرني خصيمن نغ لوبوزيسيون يسم شوارن يدينا أكن تسنادين كان ثامورث أتسوغال تسين تللي أكو الديمقراطية غاف مخالفا يتكتيون نسن. وبعدين احنا رانا كمعارضة، حتى أختم قولي، احنا رانا أقمنا الحجة عليكم وعلى الشعب الجزائري. بنتفاهموا، أنا اليوم أنا راني في تيزو بنقول الحجة ماشي على النظام السياسي فقط، حتى على الشعب الجزائري، حتى على الشعب الجزائري. احنا أقمنا الحجة، احنا اجتمعنا كمعارضة، كل من يقول كافة لهذا الفساد وكافة لهذا الظلم وكافة لخدش المواطنة وتهديد الوطنية،
هؤلاء اجتمعوا على اختلاف أفكارهم وسياساتهم وبرامجهم وحتى ايديولوجياتهم. قال يا جماعة أنا راني شايف النهار اللي حبينا نأسسوا هذه التنسيقية تلاقينا مع بعض، كل واحد منا يقول الآخر كلام. أنا مما قلته قلت الجماعة، زرت جماعة تاع سيدي في المقر، قلت لهم يا جماعة أنتم واش راه مقلقكم في البلاد هذه؟ قال لك التزوير. والله غير احنا ثاني مقلقنا التزوير يا جماعة. وهل تعتقدوا باللي كاين حل للجزائر إذا بقى التزوير؟ قال ما كاينش حل. إذا المشكل تاع الجزائر واش هو الديمقراطية. طيب حنا لا نظلوا دايرين قيرة بين بعضنا، كاين اسلاميين ووطنيين ومش عارف انا وعلمانيين وديمقراطيين ومش عارف منين جاو وكذا الى اخره، داخلين في واحد الحرب تاع دون كيشوط هكذا، يعني في الهواء الملعب ما كاينش وين نتنافسوا. قال يا جماعه فليتوقف الصراع الايديولوجي بيننا، فليتوقف الصراع الايديولوجي. النظام السياسي يعيش على صراعاتنا الايديولوجيه، وماذا به نبقاو نتصارعوا بيناتنا ايديولوجيا وهو يتفرج، وبعد زعما يجي هو زعما كل شغل يعني يصلح بيناتنا ويحط روحه في الوسط. هادو متطرفين، هادو الجماعه هادو الجماعه نتاع لي لايك، والجماعه هادو لي اسلاميست ولي بربريست، وهادو الجماعه زعما اللي يقولوا حنايا وطنيين وكذا الى اخره. يعني حنايا هما الوطنيين وحنا نجمعوا بيناتكم، يحط روحه هو في الوسط. فاذا كنا لازم نفيقوا، لازم نفيقوا باللي هذا النظام السياسي راه يلعب على تناقضاتنا. اليوم في هذه المرحله هذه عندنا هدف واحد نتعاونوا عليه. وش هو الهدف؟ الديمقراطيه، الحريات والديمقراطيه. هدف واحد نناضل جميعا لاجله وننساو الخلافات تاعنا. علاه ننساو الخلافات تاعنا؟ لان ما كانش اصلاح حتى وين نتنافسوا. وين نتنافسوا حنايا؟ هيا حابين ندخل وين نتنافسوا؟ مادام الانتخابات مزوره ما كانش حتى تنافس. ولذلك اجتمعت المعارضه في مزافران بحضور 5 رؤساء حكومات سابقين، كثير من المسؤولين السابقين، والعديد من الأحزاب. ولا يهمنا هذا حزب كان في السلطة ما كانش في السلطة، كان يحكم ما كانش يحكم، قال هذاك الوقت هذاك الكلام، والله قال هذاك الوقت هذا الكلام، وهذاك الوقت صرح بهذا التصريح. هذا كله خليناه في الخلف. الريتروفيزور في هذه القضية كسرناه، كاش تبنى الريتروفيزور. قال الوجهة واحدة، الحرية والديمقراطية. كي تعود كاينه حرية والديمقراطية ما نتعافروا ما نروحوا للشعب والسلام عليكم. السلام عليكم. فإذا اجتمعنا في مزافرة ودرنا وثيقة الحرية والانتقال الديمقراطي، واستشرفنا وتنبأنا بأن البلد سيدخل في أزمة اقتصادية. اليوم راه دخل في الأزمة الاقتصادية والنظام راه يعترف، فلذلك قلنا نروحوا إلى مؤتمر ثاني نقيموا المرحلة المقبلة، وبعد ذلك نرسم الرؤى للمستقبل. البعض حتى ما نطولش عليكم، البعض يستغرب يقول بصح انتم كمعارضه يعني راكم تظهروا غير في الاجتماعات. لا بد ان نفرق ايها المواطنون بين شغل الاحزاب منفرده وشغل الاحزاب مجتمعه. الاحزاب حينما تجتمع جهدها الحقيقي وش هو التشاور، الذي سميناها هيئه التشاور والمتابعه. دورنا هو نتشاوروا، نبصروا بعضنا البعض، نتبعوا واش راه يصير، اون ديفلوب لي فيزيون اي استراتيجي، نقولوا لبعضنا البعض ما هي المسارات المفيده في هذا الوقت. بعد ما نطوروا لي فيزيون اي الاستراتيجي كل حزب يروح ينشر. احنا في حركه مجتمع السلم ماناش حابسين من النشاط، احنا حركه مجتمع السلم اعضاء المكتب التنفيذي الوطني والعديد من قيادات الحركات في اخر كل اسبوع رانا في دي ميتين كيما هذا. واللي يحب يتاكد يدخل لموقع الحركه ويدخل الصفحه الالكترونيه، صفحه الالكترونيه تاع الحركه وتاع رئيس الحركه، ستجدون باننا نضال مع المواطنين. وكذلك العمل الجواري الذي يقوم به المناضلون في الاتصال بالشعب الجزائري وتوعيته. لان الهدف اليوم تاع المعارضه، فالصحافه تكون عندها علم، الهدف الاساسي اليوم تاع المعارضه تاع اليوم، ما نتكلمش على تاع غدوه، الهدف السياسي اليوم هو توعيه المواطنين. علاه توعيه المواطنين؟ لان في الشعب الجزائري كان فئتين خطيرتين على التغيير، تمنع التغيير، موجودين بكثره عند الشعب، ما نتكلمش على السلطه، انا نتكلم الان على الشعب. كان فئتين عددهم كبير في الشعب الجزائري. الفئه الاولى هي الفئه تاع المتشائمين، تاع العدميين، اللي بالنسبه اليه يظل مريح
وكاش ما عنده فرصه مع الفيسبوك يسب في الدنيا كل ما كاين حتى واحد مليح. السلطه مش مليحه والمعارضه مش مليحه وهذاك مش مليح وهذاك مش مليح، ويعيا ويقول انا ثاني مش مليح، يعيا هو ثاني يدير الهراكير، يعيا هو ينتحر. الدنيا كل مش مليحه، الدنيا كل سوداء، وقاعد يتمنى فقط وقت تريد. انا فكرني في جيلنا كاين واحد الجيل من هذا النوع في الخيار 84 85 86 87. الجيل هذاك اللي اشتهرت عليه واحد الكلمه يقول لك الله يعطيها زنزله، عذاب من زنزله الجزائر، الله يعطيها زنزله، اللي انت تجي يشتروا لها، صح ولا لا؟ الله يعطيها زنزله، حتى جات زنزله ولا غير جات زنزله، صح، جات زنزله وسالت الدماء في الجزائر. فهذه النوعيه هذه الذهنيه هذه كاينه في الجزائر تاع المتشائمين، والله ما نستعرف بواحد، والله ما نناضل مع واحد، والله ما نعاون واحد، والله انتوما ماكمش ملاح والسلطه ماكمش ملاح، والله ان شاء الله يخليها على جدكم. هذا مانع للتغيير يا جماعه. وكاينه واحد الفئه واحده اخرى، لي بارازيت، اعوذ بالله، لي بارازيت، الانتهازيين، الوصوليين. المهم غير وين مالت يشد، قال لهم راني مع فلان هذا قوي راح يريد، نتركوه نروح نحوس على واحد اخر ونشد فيه. المهم مصلحتي، المهم المصلحه نتاعي. ولا شتا البلاد تريب والله ما راح له في البلاد. والله يا جماعه اخطر الناس على الوطنيه هما هاد الانتهازيين، والله غير مستعد حتى يبيع البلاد. لان شوف هذا المتشائم راه يقول الله يجيب لها زنزله، الله يسترنا ويعافينا. هذا يقدر يدير الاكثر، يقدر يبيع البلاد، مش غير يعطيها زنزله برك. فاذا يا جماعه هذا خطر على التغيير، هذا خطر على التغيير، وهذا يخرجوا في زوج على النظام الجزائري، في زوج يخرجوا عليه، والله لا يخرجوا عليه ما شاء الله. اذا احنا دورنا في حركه المجتمع السلمي ومن مثلنا في المعارضه هو ان كان وسط. هذا الوسط موجود ولكن لازم يزيد يتسع، لازم يزيد يتوسع، وهو وسط المناضلين الايجابيين، وهو وسط الصبارين المقاومين المكافحين الذين يكافحون من اجل بلدهم. هذا هو الوسط اللي لازم يتوسع، الوسط اللي لازم يتوسع، يدي من هؤلاء ويدي من هؤلاء. انا هذو شويه طامع فيهم هذو، والله غير شويه ماش طامع فيهم بزاف هذو اللي من هذا تاع الوصوليين والانتهازيين، ولكن ما نعرفوش، تعالى ربي يهديهم ان شاء الله، ما على بالناش يعني. ولكن احنا ندخل في هذا الوسط اللي رانا فيه ونتوسع حتى يصبح في كل كرطي، في تيزي والزهناء، في كل قريه، في كل بشره، في كل راس جبل، في كل بلديه، في كل مكان كاين جزائري واعي ما يقدرش يكلحوا النظام السياسي، فاهم بخرايبه، يعرف خرايبه، ومصر على التغيير ومصر على الإصلاح. ما من فرصة يجدها إلا ويستغلها. راني في جمعية أطاس تمثل نظن إيديو دار ناغي في رang الولهينس وفي دي بوال أدنسل إخران بوين دينا. نثبت بأن هذا النظام السياسي أعطيت له فرص كبيرة، فرص عظيمة ما تخطرش على البال. نظام سياسي كانت عنده أموال طائلة في البترول والغاز، نظام سياسي عنده شعب صبور، شعب التكوى من الأزمة الوطنية، تكوى من الأزمة الوطنية، وعاد صبور ويقول يا ودي غير سلكوها، أنا مستعد نصبر، وهو قد صبر 30 سنة الأولى و25 سنة الزوجة، صبر طويل. وشكون هذا الرئيس اللي عنده شعب صبور مثل الشعب الجزائري؟ ولكن للأسف الشديد فوت على الجزائريين كل هذه الفرص التي أتيحت لهم. ولذلك حركة المجتمع السلمي لما عرفت بأن هذا النظام ما يستاهلش الناس يتنازلون، ما يستاهلش الأحرار والأشراف أمثال الشيخ محفوظ نحناح اللي مات بالغمة، ما يستاهلش الأشراف والأحرار أنهم يتنازلوا كل ذلك التنازل. واليوم مع هذا الفشل وهذا الفساد نتاعهم متهاردين على السلطة، قيرة بيناتهم على السلطة، قيرة خفية وعلنية. الخفية تعرفوها، قصة لا بريزيدونس والديراس واللي جينيرو وقصة فلان وعلان، تقولي والله العظيم رانا نتفرجوا في فيلم تاع الكابون. تقولي انا نتفرجوا في فيلم، يعني حقيقة
يصدقش، انا نتفرج في فيلم ولا حقيقه؟ راني نشوف في دوله، راني عايش في دوله وعندي اعلام وعندي نشيد وطني وراني مرتاح باللي اللي راني يحكموا فيا راهم مسؤولين، ولا راني عايش في القيره نتاع لي كلون، في القيره نتاع لي فامي مافيوز. يا اخي الكل تعرفوا الافلام هذه، تعرفوها؟ قال الفاميليا تاع فلان والفاميليا تاع فلان، قيره بيناتهم، تصفيات، وكأنه فيلم مافياوي اسود. خافوا ربي في هذه البلاد. البلاد ما تمشيش بهذه الثقافه، البلاد ما تمشيش بهذه العقليه. علاش تتصارعوا بيناتكم في الخفاء؟ اسيدي ديروا حزاب وارواحوا اسيدي تصارعوا وتنافسوا بيناتكم تحت الشمس. علاش تتصارعوا بيناتكم في الخفاء؟ على هذه كوبا بيناتكم؟ على استغلال النفوذ في الصراع بيناتكم؟ ارواحوا ديروا احزاب ونافسوا، ولا عطاكم الشعب يبارك عليكم والله ما نفسكم يعطيكم الشعب. والله اذا عطاكم الشعب غير ما يغيظنا الحال ما نتلواو ما نتقلقوا ما نزعفوش. يقولها بالقباليه ما نتقلقوش. تطلق راهي والله ما نتقلقوا اذا عطاكم الشعب. علاه تنافسوا في الظلام؟ على هذه الذهنيه الخفاشيه، على هذه الذهنيه الظلاميه. واليوم النهار اللي خلاص يعني معنا المعركه السريه بيناتهم وصلت الى اوجها، خرجت للعلن، خرجت للعلن في الجرائد. بداتنا بالضباط، بداتنا من قبل بالتسريبات قبل، ومن بعد ولاو يعني الضباط اللي كانوا حاكمين البلاد في قيره بيناتهم، خاصه الشباب هذو مساكين انا والله مش فط عليهم. ونقول لكم ودي والله ما تقراوا هاد الحوايج غير تقلقكم برك، ما تقراوش الجورنال اللي فيه هذه الاخبار تقلقكم فقط. لانه واش راح يفهم واحد شاب يعني هذا جنرال قدموه بالقد، كان حاكم وهذا جنرال قدموه بالقد، وهذا يتهم في هذا ويتهم باش يتهم بعضهم، يتهم بعضهم بالشيء خطير. قال هذا اطلق النار على الجزائريين. ويلي لا اله الا الله. اذا لو كان جينا في دوله ديمقراطيه والله ما تفهم. انت راك تقول انا شاهد بلي هذا اطلق النار على الجزائريين. ما تفراش. واحد واش يقول هذا كان تاجر تاع الكوكايين الفريسه على بالك يعني تقدر تطلع شرب دبول. قال هذا كان تاجر تاع الكوكايين. اودي ورانا راني نتفرج في فيلم تاع مافيا ولا راني في دوله؟ وراني اين انا؟ ومن بعد المرحله الثالثه لو تروازيام ايبيزود دو سو غرون فيلم، لو تروازيام ايبيزود مثلا انا انت لا اله الا الله. مو جاو فيلم، هذا فيلم او فيلم. انا شوف انا ناكد لكم بلي الجماعه تاع هوليود راهم باعثين السيناريست نتاعهم يكتبوا في السيناريو. انا ناكد لكم بانهم ما يلقاوش قصص واقعيه يبنوا عليها افلام عظيمه كما هذه. افلام بيتم على الكلمه. هذه البلاد مش نتاعكم، هذه الجزائر مش نتاعكم، تبهدلونا قدام الشعوب وتبهدلونا قدام الامم. احنا حابين الشعوب تشفع على عميروش وتشفع على سي حواس وتشفع على بن مهيدي وتشفع على بوضياف وعلى عيد احمد، تشفع على هذه الرموز الكبيره. احنا حابين بلادنا يعرفوها بهذا الوجه، حابين بلادنا يعرفوها بهذا الوجه. ماناش حابين بلادنا يعرفوها بهذا التبهديل، بهذا التمسخير، بهذا الجخبيل كما يقولوا عندنا احنا في البلاد هذه. ماناش حابين نتبهدلوا، رانا ما عندناش قادرين نقابلوا الامم. خافوا ربي فينا، هذا الشيطان. اسيدي احنا خفنا ربي، ما حبيناش نتصرفوا تصرفات يعني حمقاء. انا على الشيطان، خافوا ربي في هذه البلاد.